يتحقق فيه. المريد إذا أقامه الحق تعالى في حال يغلب فيها وجود الأغيار لغلبة الحس فيها، كحاله إذا أقامه في شغل دنيوي في الظاهر لا محيد له عنه، فعليه أن يجاهد قلبه في المراقبة عليه في الحضور لئلا تخطفه الغفلة، أو يجاهد روحه حتى تبقى في دوام الشهود لئلا يسيطر عليه الحس، أو يجاهد سره في استمداد المواهب والعلوم لئلا يحصل في ذلك فتور. وعليه أن لا يترقب أو ينتظر فراغ شغل يده من تلك الأغيار من شغله فيفوته وجود المراقبة في تلك الحال التي أقامه الحق فيها، فيكون ذلك في حقه سوء أدب. من أراد الحق شمر عن مستاعد الجد، وراقب الله في نفسه وعلى كل أحواله، وأحضر قلبه حيث أقامه مولاه.